ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ مع بعض اول حلقة من كورس اليو اي واليو اكس ديزاين بتاعنا. بس قبل ما نبدأ لازم نعرف الاول ايه هو اليو اي واليو اكس ديزاين، وايه المجالات اللي اليو اي واليو اكس ديزاين بيفتحها لي، وايه السوفت وير اللي ممكن نستخدمه في اليو اي واليو اكس ديزاين. يلا بينا نبدأ مع بعض. مجال اليو اي واليو اكس ديزاين هو مجال مهم، الطلب عليه كبير والطلب عليه بيزيد كل يوم. طب ايه هو اصلا مجال اليو اي واليو اكس ديزاين، ويعني ايه يو اي ويو اكس ديزاين؟ يو اي ويو اكس ديزاين اختصار ليوزر انترفيس ويوزر اكسبيرينس، او تصميم واجهة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم. طيب، تصميم واجهة المستخدم اللي هي بتخليني ان انا ارسم او اصمم الشكل الامامي اللي بيظهر قدام المستخدم، سواء كان شكل لمنتج او لسوفت وير او موبايل ابليكيشن او ويب سايت. طيب، وتصميم تجربة المستخدم هي التجربة اللي انا بهتم بيها بشعور المستخدم هيبقى عامل ازاي، بتعاطف مع المستخدم، اعرف ايه اللي هيضايقه وايه اللي هيريحه، واتجنب كل حاجة ممكن تضايقه لان هو ممكن ما يستخدمش المنتج او الابليكيشن او السوفت وير بتاعي. طيب، لازم نعرف ايه الفرق بين اليو اكس ديزاينر واليو اي ديزاينر. اليو اكس ديزاينر هو اليوزر اكسبيرينس ديزاينر او مصمم تجربة المستخدم. كل اهتمامه ان هو يعرف المستخدم هيتعامل ازاي مع المنتج بتاعه. هدفه ان هو يصنع منتج او خدمة تكون مريحة وممتعة لاستخدام العميل بتاعه. طيب، المنتج اللي انا هعمله مش لازم يكون ديجيتال، ممكن يكون فيزيكال او ممكن يكون سيرفيس او خدمة. طب ايه هي مهام اليو اكس ديزاينر؟ من مهام اليو اكس ديزاينر ان هو بيعمل يوزر ريسيرش او بيعمل بحث عن المستخدم، عشان يعرف يحدد اهداف المستخدم والاحتياجات بتاعته والتصرفات بتاعته، علشان يعرف يعمل له المنتج اللي هيريحه. بيعمل حاجة اسمها يوزر بيرسونا. اليوزر بيرسونا دي بتبقى شخصية وهمية، البيانات بتاعتها بتنتج عن تجميعة المستخدمين اللي انا بستهدفهم، من ناحية الفئة العمرية والفئة السكنية وبيانات تانية كتير. بيعمل حاجة اسمها يوزر جيرني ماب. اليوزر جيرني ماب بتخليه يتخيل ويحلل ازاي المستخدم ممكن يتفاعل مع المنتج او الخدمة بتاعته. بيعمل حاجة تانية اسمها واير فريم وبروتوتايب. الواير فريم والبروتوتايب هو عبارة عن رسم مبدئي لشكل المنتج هيبقى عامل ازاي. الرسم المبدئي بيساعد المصمم ان هو يحلل ويختبر المنتج مع العميل، عشان يعرف هل هو وصل للهدف اللي العميل عايزه ولا لا. ممكن يعمل كذا شكل مبدئي او تصميم مبدئي للمنتج لحد ما يوصل للشكل النهائي للمنتج اللي العميل محتاجه. واخر حاجه اليو اكس ديزاينر بيعملها هي حاجه اسمها يوزر تيستنج او اختبار المنتج. بيختبر المنتج مع العميل علشان يعرف هل المنتج وصل للنتيجه اللي العميل محتاجها ولا لا، وعشان يعرف لو في مشكله يقدر يحددها ويحلها قبل ما يدي المنتج النهائي للعميل. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع اليو اكس ديزاينر. هنبدا نتكلم عن اليو اي ديزاينر. اليو اي ديزاينر هو اليوزر انترفيس ديزاينر او مصمم واجهة المستخدم. مصمم واجهة المستخدم كل اهتمامه ان هو يصمم الواجهة لاي سوفت وير، سواء كان موبايل ابليكيشن او ويب سايت. على عكس اليو اكس ديزاينر، اليو اي ديزاينر مهمته الوحيدة ان هو يصمم الواجهة لسوفت وير، سواء كان ويب سايت او موبايل ابليكيشن. على عكس اليو اكس ديزاين، كان ممكن ان هو يصمم تجربة المستخدم لسوفت وير او منتج ملموس فيزيكال او سيرفيس. طيب، ايه هي مهام اليو اي ديزاينر؟ من مهام اليو اي ديزاينر هو ترتيب الصفحة. ترتيب الصفحة وتنظيمها شيء مهم جدا لجذب انتباه العميل. وحاجة تانية من مهام اليو اي ديزاينر هو اختيار الوان السيستم هتبقى عاملة ازاي، واختيار فونت الكتابة هيبقى عامل ازاي. وبيصمم العناصر التفاعلية في السيستم، من حيث الزراير او البوتنز، لو في دروب داون منيو، لو عندي فورم زي لوج ان ولوج اوت او تشيك اوت، وحاجات تانية كتير. وزي اليو اكس ديزاينر، اليو اي ديزاينر بيعمل واير فريم علشان يبقى عارف شكل المنتج النهائي هيبقى عامل ازاي. واخر حاجة بعد الانتهاء من التصميم، اليو اي ديزاينر بيدي التصميم للمبرمج وبيشتغل معاه علشان المبرمج يعرف يطلع المنتج النهائي صح. طب ايه السوفت وير اللي الديزاينر ممكن يستخدمه؟ عندي 2 سوفت وير، واحد اسمه فيجما وواحد اسمه ادوبي اكس دي، ودولت من اهم السوفت وير اللي مطلوبين في المجال. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. الفيديو اللي جاي هنتكلم اكتر عن فيجما، نعرف استخداماته، هنشوف مع بعض واجهة السوفت وير عاملة ازاي، وهندرس مع بعض كل التولز اللي جوه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.